لدرجة إن هو مرة مثلا من ضمن المرات يعني كان في عصابة تانية بتحاول تيجي عليهم على منطقتهم، بس ما كانش معاهم رشاشات أو حاجة أو مسدسات. جه واحد تاني معاه مسدس تقيل، كان فيه 8 طلقات. المسدس ده وزنه تقيل، هو عارف، طبعا هو بالخبرة عارف إن المسدس ده تقيل، وعارف إن النشان بيصعب. لكن هو متأكد ومن بصته في عينين الولد إن هو مش هيستخدمه. فراح قلع التيشيرت بتاعه لأن هو الكبير بقى بتاع العصابة، قال له اقتل لو تقدر، مسدسك ده فيه 8 طلقات، واحنا مش عارف 12 واحد ولا كام، اقتلنا والباقي هيقتلك. بس هو كان عارف متأكد إن هو مش هيقتل. طبعا التاني تراب كده. هو في اللحظة دي بيقول لك قام جايب طوبة من على الأرض كبيرة كده وقام مكسر وشه بيها لدرجة إن أسنانه دلدلت بره. تفتكروا هل ممكن يكون في واحد مجرم شايل رشاش آلي كده وواقف على الناصية وجسمه كله تاتوهات وبتاع، تمام، وواقف كده في حتة ضلمة وعمال بيدعي ربنا بمنتهى الإخلاص في الدنيا إن ربنا يوفقه وهو راح يقتل حد؟ يعني مشهد سريالي عجيب كده. السؤال ده على فكرة ما كانش سؤال بيجي في خاطر أنا، يعني ده كان السؤال بتاع الراجل صاحب القصة، الراجل بطل القصة بتاعت النهاردة. السؤال ده قعد يدور في دماغه كتير قوي وهو في السجن. والقصة دي مش قصة صغيرة يعني، ولا قصة بتاعت شوية أكشن وكده، لأ، دي قصة بتاعت واحد، قصة استمرت 40 سنة. واحد عنده 16 سنة في شوارع أمريكا جاي من المكسيك وأهله بيدوروا على الحلم الأمريكي، وانتهى بيه إن هو يكون فرد عصابات، وتنتهي بيه القصة في الآخر إنه يبقى دكتور في الجامعة بتاع أدب الإنجليزي. قصة عجيبة جدا. تعالوا نشوفها مع بعض ونشوف الدروس المستفاد منها. الحقيقة أنا يعني لما قعدت سألت نفسي كده، هو أنا يعني إيه البوينت إن أنا أسجل الحكاية بتاعت واحد أصلا مكسيكي وعايش في أمريكا وبعد كده سافر معرفش إيه وبتاع. اكتشفت إنه الثقافة بتاعت أمريكا دي اللي هي الكالتشر اللي كانت موجودة من زمان بتاعت الشو أوف دي انتقلت لينا كمصريين بشكل كبير جدا، بس احنا مش واخدين بالنا. بس هي بقالها أكتر من 10 سنين عمالة تتجذر في عقول الناس. أنا جامد وأنا قوي وأنا تنين وأنا التنين المجنح، وأسمع الأغاني إن أنا جامد وأنا بتاع. فأنا يمكن حبيت أحكي القصة دي من هذا المنطلق، من راجل يعني هو وصل من أعلى سلالم الإجرام. ماشي، هو ممكن يبقى فايلنت في أي وقت عادي، تاجر مخدرات عادي، يتاجر في أي حاجة تتخيلوها عادي. ماشي، فلما وصل قمة كل ده يكتشف في الآخر إن القوة دي كلها ولا ليها أي لازمة، وإنه بالعكس أنا لو فضلت ماشي في السلم ده أنا هموت. عشان كده هحكي لكم القصة دي، يا رب تنفع. طبعا بداية القصة زي بداية قصص كتيرة قوي في الوقت ده يعني. أب وأم محترمين بيشتغلوا طول اليوم وسايبين ابنهم في البيت لوحده، تمام. آه، المنطقة اللي هم عايشين فيها منطقة عصابات ومش عارف ايه وبتاع، هو شايف قصاد عينه انه العصابات هم اللي معاهم فلوس، معاهم عربيات، معاهم لابسين سلاسل ومش عارف ايه وبتاع، ولابسين لبس حلو، وهم اللي مسيطرين، والناس بتخاف منهم وليهم هيبة، وما فيش أب وأم يوجهوا. عرفت ازاي؟ الأب والأم يا دوب بيجروا على شغلهم، فما كانش عنده بديل. فانضم للعصابة لأنه هو كان بيتبهر بيهم جدا. ماشي، شباب في سنه أكبر منه شوية وكلهم بقى فلوس وبتاع. الموضوع هنا ما كانش مجرد إن هو رايح يعمل جريمة أو إنه رايح يلم شوية فلوس، لأ. هو في فكره إن كان ده الأمان، دي عيلة تانية، دول الناس اللي هينفعوه في الشارع، ولو حد اتعرض له الناس هتنفعه، ودول اللي هيبقوا في ظهره، ودول اللي هيساعدوه في أي حاجة. عرفت إزاي؟ لغاية ما في يوم صحي كده وحس إن هو بإيده رايح للشيطان، راح يرقص على الشيطان زي ما بيقولوا، راح يرقص بالشيطان مع الشيطان ويستمتع بإحساس مزيف مش حقيقي. وطبعا الشارع ما بيتضمنش، ده على كلامه يعني، الشارع ليه دستور خاص وقوانين. ماشي، و... والقوانين هناك كانت ملزمة جدا للأفراد بتاعة العصابة. يعني أولها أنت ما ينفعش تبقى سنيتش، ما ينفعش إن أنت توشي عن حد، ما ينفعش إن أنت تبقى مخبر للبوليس، ما ينفعش، وإن أنت لو عملت كده في الحالتين هتبقى ميت.
يا هتبقى ميت جوه السجن يا هتبقى ميت بره. فانت لو في يوم من الايام بقيت مخبر او ان انت قلت معلومه عن حد من افراد العصابه اللي هم المفروض يبقوا اخواتك يعني، هتموت. كده كده هتموت. مش هتفرق كتير يعني. مت في السجن مت بره انت كده كده ميت. القانون التاني من وجهه نظرهم برضو ان الرجاله الحقيقيين دون توك. يعني الرجاله اللي حقه حقيقي مش بيتكلموا بينفذوا بس. النقطه الغريبه بقى ان هناك في امريكا على كلامه ان البوليس كمان فاهم الكلام ده. القوانين عارفه الكلام ده كويس قوي. والسجون هناك كانت مليانه شباب مسجونين ظلم عشان هم رفضوا ان هم يبقوا سنيتشز او يبقوا مخبرين عن حد ويبيعوا اصحابهم يعني. وكان دايما الكلام انت كده كده ميت. فالولاء واللويالتي في العصابات دي ما كانش اوبشن. خد بالك انت بتتكلم عن عصابات احنا بنسميهم تيريتوري جانجز، يعني عصابات بتبقى بتسيطر على مناطق بلوكس يعني. هو عنده المنطقه دي بتاعت العصابه الفلانيه، المنطقه دي بتاعت العصابه الفلانيه. المناطق دي كلها بتاعت عصابات وما ينفعش حد يدخل من هنا على هنا ولا حد يجي من هنا على هنا. ابتدى هو يكبر جوه العصابه، ابتدى يوزع مخدرات، كبر ويتسجن، يطلع. طبعا هو عارف ان هو ناشف. وهو اتشهر في الشارع ان هو قوي وجريء مش بيخاف. تمام. وكان ليه دايما بصمته يعني. لدرجة ان هو مرة مثلا من ضمن المرات يعني كان في عصابة تانية بتحاول تيجي عليهم على منطقتهم، بس ما كانش معاهم رشاشات او حاجة او مسدسات. وجي واحد تاني معاه مسدس تقيل. كان فيه 8 طلقات. المسدس ده وزنه تقيل، هو عارف. طبعا هو بالخبرة عارف ان المسدس ده تقيل وعارف ان النشان بيصعب. فكان هو متأكد ومن بصته في عينين الولد ان هو مش هيستخدمه. فراح قلع التيشيرت بتاعه لان هو الكبير بقى بتاع العصابة. قال له اقتل لو تقدر، مسدسك ده فيه 8 طلقات واحنا مش عارف 12 واحد ولا كام. اقتلنا والباقي هيقتلك. بس هو كان عارف متأكد ان هو مش هيقتل. طبعا التاني تراب كده. هو في اللحظة دي بيقول لك قام جايب طوبة من على الأرض كبيرة كده وقام مكسر وشه بيها لدرجة إن أسنانه دلدلت بره. وعشان تفهموا إن الولاء قد إيه مهم عندهم، لما حصل ضرب نار بين الاتنين كان معاهم واحد. الواحد ده كان لسه داخل عصابة جديد وهو اللي كان مدخله. والولد ده كان اسمه سايكو، مجنون يعني عشان هو مجنون. ماشي. وجسمه مليان تاتوهات ومعرفش ايه وبتاع. سايكو فين سايكو فين سايكو اختفى. سايكو راح فين سايكو اختفى. ماشي. طلع سايكو فين؟ مستخبي. اتصاب كده اصابه بسيطه فاستخبى في ايه، في شنطه عربيه. طبعا ده في عرفهم هم دول ده مصيبه سودة اللي سايكو عمله ده. وطبعا دي مصيبه سودة في حقه هو كمان، لان هو بالذات ده انا اللي جايبك، ده انا اللي متصدر لك. طبعا تاني يوم ده مسكوا سايكو ده بقى عجنوه، ضربوه. وبعد كده طردوه من العصابه. وده كان فيفر منه. ليه بقى فيفر؟ لان هم في الكود بتاعهم هو ما ينفعش يطرد، هو المفروض يموت. طبعا الولد ده عارف تماما ان ده فيفر، عشان كده جري وما رجعش تاني. طبعا ما بين ان هو يحاول يثبت هيبته، ماشي، وما بين يحاول ان هو يسيطر على بقيه افراد العصابه ويفهمهم كلهم ان هو ولاؤه للعصابه مش ولاؤه لشخص. ولو الشخص ده حتى لو هو قريبه وهو اللي جايبه هو مفيش مشكله ان هو يروح عادي جدا ويقتلوه، مفيش مشكله. المهم انه البيجر نيم او الايمج او اللويالتي، البراندنج بتاعهم هو اللي هو مبني على اللويالتي، هو اللي يفضل شغال. بس كان كل مره يروح السجن يرجع مكسور في حته، ويرجع وفي حته مش فاهمها. ابتدى يحصل شرخ في اللوحه اللي هو راسمها عن العصابه وعن ان هو ده العيشه الفاضله، او اكشلي هي دي العيشه اللي ما يعرفش غيرها يعني. فهمت ازاي؟ هي دي العيشه اللي ما يعرفش غيرها. وهنا هو وقف جامد جدا عند الحته اللي اتكلمنا فيها في الاول، ان هو ازاي تكونوا رايحين تقتلوا حد وبتدعوا ربنا ان ربنا يوفقكم وان ربنا يغفر لكم اللي انتوا عملتوه. يعني ازاي؟ يعني هي النقطه دي هو ما كان واقف عندها ومتنح. النقطه دي ابتدت تكبر جواه
وابتدى يلفت نظره المسلمين المسجونين، وابتدى ياخد باله إنه المسجونين مسلمين. هو بُص، هو المكسيك والعصابات في المكسيك مش بتسمح إن حد يدخل بينهم غريب، وهنا إحنا غريب بنتكلم غريب دينًا، غريب لونًا، غريب جنسيةً، يعني هو مش هينفع، ممنوع. بس لمّا ابتدى يقرّب من المسلمين شوية، ابتدى يلاحظ إنه مع إنهم عصابات برضه بالمناسبة، مش ناس خيّرة يعني فهمت إزاي؟ بس ابتدى يلاحظ حاجة غريبة، إن العصابات المسلمة عندهم شوية principles كده مش زي اللي عنده. هم أولًا ما عندهمش مشكلة في اللون، أنت جاي من أنهي لون والّا جاي من أي بلد والّا جاي من أي ديانة، هم النقطة دي مش فارقة معاهم في حاجة. وفي شوية جرايم كده هم ما بيحبوهاش يعني، ما بيحبوش الجنس، ما بيحبوش إن يقتلوا ناس غير لو في حدود، يعني في عندهم شوية حاجات كده. فابتدى الموضوع إيه، يلفت نظره. طبعًا العصابة في السجن لمّا شافته ابتدى هو يhang out، يعني يمشي مع الناس المسلمين، طبعًا دي كانت كارثة. ودي كانت تاني صدمة بالنسبة له، إن هو بس مجرد إن هو قرّب لتيار مختلف عن التيار اللي هو منه، إخواته اللي هم كان معتبرهم إخواته وأهله اللي هو بيدافع عنهم ومش عارف إيه، استغنوا عنه، باعوه. دي كانت نقطة بالنسبة له، مش ده كنا إخوات وفي ضهرنا في ضهر بعض وما ينفعش نستغنى عن بعض و وما بيننا الطوفان والموت الكلام ده كله طلع بلح، لأن هو فطرته سوية شوية، مش الكلام ده هزه. في وسط بقى كل التوهان اللي هو كان فيه ده بقى، هنا بقى حصلت النقلة الحقيقية. لما خرج من السجن ابتدى هو إيه بقى، يعني عارف يروح. هو طبعًا في ولاد صغيّرين كتير هو عيّنهم في العصابة، والولاد دول بيوزّعوا مخدرات وبتاع، فبقى يروح يهدّدهم ويمشوا من العصابة ويمشوا، ويروح ياخد منهم المخدرات بالعافية ويروح راميها. ابتدى يحصل له كده إيه، شوية تغيُّرات، عرفت إزاي؟ في نفس الوقت ده برضه كانت العصابة بتشهد أضعف حالاتها، كانت عمّالة بتنقسم لعصابات أصغر، وخَد باله إن ما حدش بيسأل عن حد، يعني طَب كل الشخصيات الكرتون دي اللي أنا كنت فاكرها سوبرمان وسوبر وومن وباتمان وعفريت مان، كل دول طلعوا ولا حاجة، اختفوا. وسط التوهان ده بقى، جات له بقى النقطة اللي نقلته لحتة تانية. معدّي قدّام جامع هو و2، 3 معاه من الشلة من العصابة، كان في زي ما تقول كده على الناحية التانية ناس من عصابة تانية، العصابة دي أسبانية، فشافوه. المهم يعني قفشوا في بعض، ماشي، اللي هي كين ستريتس دي مسكتهم ضربتهم. طبعًا هم ما سكتوش، فتاني يوم قال لك لأ، إحنا إيه، اتجمعوا بقى بالليل وقال لك إيه، هنطلع بقى بكرة وننتقم من الكين ستريتس وهنروح لهم عند الجامع. هم في المنطقة بتاعة الجامع دي هي منطقته، وهنروح. الشيخ بتاع الجامع واضح إن هو فاهم أو عارف يعني الحوارات بتاعة العصابات دي وبتاع، وهو كان تقريبًا بيشتغل إن هو يهدي الناس دي وكده. بيقول لك فراح قفشه، قال لهم: "باقول لكم إيه، تعالوا، هو أنتم جايين تحضروا الخطبة؟" فهو بقى بمنتهى الجليطة بتاعة الشباب والرعونة بتاع الشباب، قال له: "لأ، إحنا مش جايين، إحنا جايين عشان نتخانق." قال له: "مع مين؟" قال له: "مع الteen street والعصابة." قال له: "طب بس تعالَ أقول لك على حاجة، بس خُد أقول لك." وبعد كده قام إيه، مركّبه في العربية معاه، خدوا مشوار. المشوار ده بقى كان طوق نجاة للشخص ده، ورسالة مباشرة هو حسّها كده، إنها رسالة من ربنا عشان يفوق. والشيخ هنا ما كانش بيكلّمه على الشارع، قد ما كان بيكلّمه على القذارة والوساخة اللي بتحصل، وإن ده عالم قذر ومقرف، وإنه أكيد ربنا ما خلقناش عشان كده، وإيه الحلال وإيه الحرام وإيه المسموح وإيه الخطايا وكل الكلام ده. ابتدى يشجّعه بقى إنه يتقرّب للإسلام، وإنه يتجوّز، وإنه وفعلًا قد كان أسلم. إسلامه كانت نقطة مفصلية في حياته. ليه بقى؟ لإن هو أولًا كان أسلم عن اقتناع، ثانيًا ودي المشكلة الأكبر بقى، هو أساسًا ما يعرفش يعيش يعني بحلال، هو اتعوّد طول حياته إن هو بيسرق، يا يثبّت الناس في الشارع فيسرقهم،
ماشي، يا يروح يبيع مخدرات. دي طريقته، ده الطرق اللي هو يعرفها عن إنه يجيب فلوس. وتعليمه وقف لمّا دخل السجن، هو أسلم من هنا. وكان في المنطقة ضابط مش مرتشي، يعني ضابط فاسد جدًا، تمام، وهو كان الضابط ده بيعيش على دم العصابات دي. فالمهم حد من العصابة قتل الضابط ده صفّه، ومع إن هو كان بقى له فترة هو مش موجود معاهم وفي خلافات بينهم ومش عارف إيه وبتاع، لإنه اتاخد في الرجلين. وطبعًا هو عارف إن هو ما يقدرش يبقى snitch. هو عارف وفاهم كويس أوي، سواء هو معاهم أو مش معاهم، بعيد قريب، وبقى snitch هو هيتقتل. هيتقتل بقى في السجن، هيتقتل برّاه، هيتقتل من الضباط. أيوه، الموضوع بالنسبة له كان منتهي، وإن هو ما ينفعش يبقى snitch. غير أصلًا إن هو ما كانش يعرف معلومات كتيرة آخر فترة. أسلم، وفي الوقت ده اللي هو قاعد فيه في السجن بقى، قرر إن هو بعد إسلامه إن هو يبتدي يكمّل دراسته. كمّل دراسته، خد البكالوريوس بتاعه، مش عارف، كان هو drop out من high school، وبعد كده راح إيه مكمّل إيه، وطلع على الامتحان باين وخد الbachelor degree ومشي. الشيخ بقى ساعتها كان مستنيه وقال له يالّا تتجوّز ومش عارف إيه. المهم اتجوّز، ماشي، وبطّل وابتدى يمشي إيه، في طريق ربنا. وزي ما قُلت لكم كان عنده مشكلة جامدة جدًا في فكرة إن هو إزاي يجيب فلوس. الشيخ قال له اتجوّز، وهو كان مقتنع إن هو يتجوّز، كان مقتنع إن هو يبتدي يبني حياة. بس هو كان في مشكلة، هو ما خرجش من العصابة officially. وهو عشان يبتدي يمارس حياته الطبيعية لازم يبعد عن العصابة، خلاص انتهى، ده chapter وانتهى من حياته. وطبعًا أنت عارف هو في code، أنت بتخرج من العصابة أنت لازم تخرج ميت، ما أنا باخرجش من العصابة عايش. بس هو كان عنده، لأنه كان آخر فترة كان قرّب من الناس الكبار أوي في العصابة، وهو كان ranking عالي جواها، فهو كان عنده معلومات كتيرة أوي. المهم تم الاتفاق إن أنت هتخرج من العصابة قصاد إن أنت تبعد عن المدينة تمامًا، ماشي، مش عايزين يشوفك ولا تشوفنا. طبعًا الكود المعروف إن أنت مش هتقول أي حاجة عن أي حاجة. وفعلًا مشي واتجوّز، واتجوّز واحدة من الfar east. إيه بقى كانت مشكلته الأساسية؟ الفلوس. النقطة بقى التانية، تاني مشكلة كانت بالنسبة له طبيعة حياته. هو أساسًا مش متعوّد يعيش طبيعي، يعني عشان بس تستوعبوا الفكرة. يعني مثلًا هو لمّا ييجي يركن العربية، لو الناس كلّها بتركن العربية بوشّها، ماشي، ومدّيين ضهرها للشارع، تمام، لأ هو بيركنها بوشّها. ليه؟ عشان يتعوّد يهرب، عشان لو حصل أي مشكلة، حصل ضرب نار وبتاع، يلحق ينُط في العربية ويطلع يجري، واخد بالك؟ لو جه حد عمل قصاده علامة عصابةٍ ما مثلًا، ماشي، ولو حتى بالهزار، ماشي، هو بيفتكر إن ده جَد، فعلى طول ياخد وضع الalert، فاهم؟ آآ طبعًا ما قدرش يسيب السلاح الآلي عنده في العربية. وبعدين لمّا كان ييجي مثلًا حد يهدّده في الشغل والّا بتاع، يروح باصص على العربية كده يقول يعني يا نهار أسود! أنا أصلًا أولًا أنا مش قادر هو مش قادر أصلًا ياخد التهديد بمحمل الجد أصلًا بقى. ثانيًا هو عارف أنا هانزل أجيب الآلي هافرتكك، انتهى الموضوع، هو مش قصة. إزاي؟ فكل النُقط دي كانت في دماغه عاملة له صراع. مراته قالت له باقول لك إيه، إحنا هنسيب أمريكا خالص، الوضع ده مش هينفع، إحنا هنسيب أمريكا خالص. ده غير إن كان في مضايقات برضه من العصابات شوية كده. فقال لك هنسيب أمريكا خالص ونروح far east، نقعد هناك، دولة هادية والدنيا رايقة وما حدش يعرفنا وما فيش عصابات، و ونشوف هناك هنعمل إيه. وقد كان. طبعًا هو قعد فترة طويلة عشان يتخلّص من اللي هو بيسموه PTSD أو اضطراب ما بعد الصدمة ده يعني، ماشي، إن هو إزاي يقدر يتعامل مع الcommunity والsociety إن هو شخص طبيعي، وإن الناس اللي بتكلمه دول أشخاص طبيعيين وهُم مش عايزين يقتلوه، وما فيش بينه وبينهم حاجة. و وإن في ناس بتshow off مثلًا بعلامات العصابات دي مثلًا، مش لازم يكون هو أصلًا قصده حاجة، أصل هو ولا حتى فاهم هي بتعمل إيه.
ولا فاهم اصلا معناها ايه. انت ازاي؟ آه، برضو البلد الجديده لما راح هناك ساعدته انه يلتزم بتعليم دينه اكتر. آه، كده. ابتدى يقدم على كارير ان هو يبقى مدرس انجليش لغايه ما اتقبل. طبعا هو مقرر. طبعا هو كده مش عايز اقول طبعا هو كان مدمن ويد وخلافه وخلافه. ماشي. كل ده بطله. وبطله هو عنده 40 سنه مثلا. هو مثلا بيشرب من وهو عنده 15 سنه. لدرجه ان هو حتى في حاجات ابتدت تظهر في جسمه بعد ال 40 سنه. هو كان فاكر ان هو طبيعي ان هي مش موجوده. هو كان فاكر مثلا طبيعي ان هو بينسى. هو طلع ان هو ما بينساش. ازاي؟ طلع ان هو تاثير الحشيش. طبيعي اني مش عارف ايه. طلع انه لا، مش طبيعي. ازاي؟ طبعا هو بيتكلم ان هو بقى له 30 سنه بيشرب. وفعلا كمل وذاكر ماجستير في دكتوراه، تعين في الجامعه بقى دكتور انجلش ات حاجه اسمها انجلش ات ليتراتشر والادب الانجليزي يعني والحاجات دي. ماشي. وترقى. ما جيت بقى بساله يعني هو انت عايز تحكي القصه ليه؟ فلما سالته انت عايز تحكي القصه دي ليه؟ قال لي هو في سببين. قال لي السبب الاولاني انه دايما في حد اقوى منك. ده تسلسل الحياه. ده طبيعي. في حد اقوى منك. ماشي. في العصابه في حد اقوى منك. تحاول تقتل الاقوى منك هيجي بعديه واحد اقوى منك من اقوى منه. هتيجي تقتله هيطلع بعديه واحد اقوى منه. في الاخر هتنتهي ان انت يا هتموت يا اللي قدامك هيموت. هي ملهاش تاني. ماشي. وان انت كل ما تصحى للرساله دي بدري ان الصراعات في الحياه ما بتنتهيش. ماشي. وانه دايما في حد اقوى منك وانك تستسلم ان في اراده اصلا اراده ربنا اكبر مننا كلنا. ماشي. دي نقطه مهمه. هو حابب يوصل الرساله دي. يا جماعه استسلموا لاراده ربنا. احنا اضعف من ما احنا فاهمين. وادعاء القوه يؤدي دايما الى محاوله الاثبات ان انا اقوى. وكل مره هحاول ابقى اقوى من المره اللي قبليها لغايه اقوى من المره اللي قبليها لغايه ما اموت. في ناس ربنا بيسترها معاهم بيديهم رسائل بدري بدري فبيروحوا طالعين بره الموضوع من الاول يبقى عارف ان هو فهم انه لا، القوي فيه اقوى منه. وفي ناس ما بتفهمهاش بدري فبتنتهي يا مسجونه يا ميته. ما فيهاش. وعلى فكره الكلام ده يتقاس على اي حاجه. يتقاس على البيزنس، يتقاس على الشغل، يتقاس على العلاقات، يتقاس على كل. هي كلها ما دايره كده. هي الدنيا ربنا خلقها كده تراتيب. ربنا خلق الناس درجات. فكلامه منطقي جدا في الحته دي. الحته التانيه بقى ودي بقى نقطه مهمه جدا. وهو دي ما لمسهاش غير لما اسلم. هو ادرك فين نقطه ان انا عشان ابقى قوي مش معناه ان انا بستخدم سلاح ولا بقتل حد ولا بضرب حد ولا بتاع ولا بشرب مخدرات ولا بتاع. لا خالص. هو القوه كانت بالنسبه له ايه بقى؟ ان هو يعمل كل ده ويوقفه. هو هيوقفه ومش هيعمله عشان هو خايف من قوه هو مش شايفها اللي هي قوه ربنا. تخيلوا ان هو تحول من واحد بيمسك الآلي ممكن يقتل ناس. ماشي. ويتغز ويتضرب بالرصاص وما اعرفش ايه وبتاع ويتحبس ويتنيل لواحد بيقدر يعمل كل ده بس مش هيعمله عشان هو خايف من ربنا. اللي هو بالنسبه له هو مش موجوده يعني هو مش شايفها. يعني هو خايف من حاجه هو مش شايفها بس هو حاسسها. يا رب تكون الحكايه عجبتكم ونتقابل في حكايه تانية وتكون المسج وصلت.